نيهاو. نيهاو. نصيحتي لأي شخص يجيب معه خبزتين بيجي هون بلف بيض زائد جينا على الصين وجبناكم معنا. رح نجرب اليوم الاكل الصيني، رح تكون تجربه غامضه، نحن اول مره نجرب هذا الاكل، بشكل بدايه مبشره بالخير. اذا هيك بيقدموا الصحن بهالشكل وبهالحجم، فانه انا بالنسبه لي 3 4 صحون بيشبعوني. هلا نحن اجينا على الموضوع هون المقبلات. هي المقبلات تجي مع النودلز، هي عباره عن اكله بيفيه، تاخذ الكميه اللي بدك اياها وهي مجانيه، تجي مع طلبيه نودلز اللي انت طلبتها. طبعا هون اخدم نفسك بنفسك، فنحن اجينا نكون صينيين بكل معنى الكلمه، رح نخدم حالنا بحالنا، فعبي شويه مقبلات معنا. هون عندي شيء بيبدا شكله قريب على الفاصوليا الخضراء. صراحة ما كثير اكيد شو هيدا، بس شيء بيشبه الاندومي. رح بلش انا بالسي فود نودلز، هي المأكولات البحريه. شايفين انتم اللون، شكلها كثير حلو، لوحه فنيه مثل ما بيقولوا. القريدس فيها سردعون، فيها الصدفه. وما تتفاجئوا ليش انا بدي اكل بالعصي، خلينا نسميهم. احنا بالصين بدك تاخذ مثلهم، بس انا بعرف اكل فيهم لاني انا اكل سوشي من قبل وتعلمت شوي. فلنشوف اذا مجد رح يعرف ياكل فيهم او بده ياكل بالشوكه والمعلقه. طيبه للصراحه، بس في هيك طعمه انا غريبه حاسه بالمرقه. ما عم بقدر اعرف شو هي. بس في عندك انت العصفر طالع قوي فيها، بيستخدموا العصفر هن. المأكولات البحريه كمان عاطيه ميكس، بتعرفوا انتم طعمه القريدس مع طعمه الاخطبوط، عاطيه طعمه طيبه. انا ما مثل كوكو، موضوع انا باكل بتشوبستيك وعصي وصيني وياباني، انا كل الحكي ما بيمشي معي. عباره عن شوكه تكون اللقمه ماكنه وعبيه وتعبي التم. هلا الشكل كتير حلو، رح نبلش ندوق. طبعا هي اول مره بحياتي انا بجرب موضوع النودلز. حتى للمعلومه انا ما باكل اندومي، ولكن النودلز مبين عنه كونه عم يعملوها موضوع طازه اول باول، بعتقد رح تكون تجربه جيده. بس رح اجرب وبعدين رح اخش الترتيب. حابب ارجع اجرب اسا لقمه وكتر فيها اللحمه اكثر. لحمه جايه مثل الستيك، كثير رفيعه، طيبه للامانه. غريبه علي، انا ماني ضايق هيك من قبل. هلا انا دقت ال
خلينا نقول المكونات اللي بقلبها. رح دوق بس المرقه هيك لحالها، حتى المرقه يعني جايه على لون اورنج. مميزه مميزه كثير المرقه مميزه، يعني مهمه، يعني لحالها بتتاكل غير المكونات اللي فيها، هي لحالها موضوع المرقه اللي فيها. حتى يبدو هلا فيها شويه حدوديه بينت معي لاني عم باخذ بس المرقه لحالها، وانا ماني من محبين الحد، فبينت معي مباشره هون. لكن انا فعلا عم بحكي عنه كصحن، بعتبره صحن جيد جدا مميز. اول مره تدوق اكل صيني، انا متفاجئ بالنكهه الغريبه اللي جديده علي، ماني متعود عليها، ولكن بعتبره صحن طيب. يعني انا باكل هذا الاكل، انا ممكن كنت لكم لا ما باكله خلص رح وقف ما بدي او كذا، لا انا شايف الموضوع طيب. هات لشوف انت شو كنت عم تقول لي؟ عم تقول لي في حدوديه المرأة. حسيت في شويه حدوديه بالمرأة، جربها بينت معك شيء خفيف، يعني ما انه حدوديه كتير قويه. ما كثير قويه، انت عن جد ما بتحب الحد بالمرأة انا ابدا ما احب الحد، يعني بس ما انه بس شو اللي صاير، هي فيها الحدوديه بس كون المكونات اغلبها جايه هي حلوه، خلينا نسميها، من فكره النودلز نفسها حتى اللحمه حتى الخضار، هيدي هالحلاوه مع شويه الحدوديه ما عم تخلي تبين الحدوديه باللقمه. اوكي عرفت علي شو عم بصير؟ ممكن ليك حبيت الريدس ما اكبر عليه. اللحمه مهتريه أمم. دابت يعني بالتم. عم بقول لك صايره مثل ستيك رقيق كتير كتير. بس هلا بدي ارجع اسالها مثل ما بيقولوا. قالت لي هي بيحطوها تقريبا 12 ساعه للحمه بالنار عم تنطبخ 12 ساعه. بس بدي ارجع اسالها على هي الفكره. انا سالت اول شيء انا عم بطلب، قلت لها شو هالطنجره؟ عندهم طنجره مثل ايام تاعون سوريا هيك هالقد قد. قالت لي هي اللحمه، قالت لي نحن بنحطها تقريبا 12 ساعه. بس بدي اتاكد من هالمعلومه. رح بلش انا هلا بالنودلز مع الفروج، بس رح اعمل انا شغله. انا بدي اقشر البيضه، هي مثل ما قلنا لكم بتجي مع المقبلات. عم شوف انا كثير عالم بيقشروها بيحطوها مع، شوف كيف فكرتها بتطلع طيبه مع، تاخذ مكونات المرقه لها طعمه غريبه. شوفوا شكلها شو غريب للبيضه. هلا هن هون هي بيضه عاديه بس هن بيحطوا لها بهارات معينه، وهن بيسلقوها بالشاي. يعني عندهم تيجي بتقول له انا بدي تي ايج، بيعطوك اياها لهيدي، وعندهم البيض العادي. عرفت شو؟ فنحن رح نجربها واعطيكم رايي. يعني هيدي شيء كثير غريب بالنسبه لي، اول مره رح اجربها. وما رح احط كليات هيك، رح احصها ليكو هيك من جوا. بيضة عادية بس في نكهة هيك غريبة. يعني ما فيني اقول لكم انه نكهة بهارات او شاي او شيء. في نكهة غريبة بس ما أنا سيئة. رح ارجع اللقمة الثانية، انتم بتعرفوا شلون اعطي رأيي بصراحة يعني. لا طيب، وطالع الشاي بصراحة عن جد طالع الشاي. يعني هلا انا عم بشرب شاي مع بيض. كوكو سبقني بموضوع البيضة، تقريبا أخذت أغلب التجربة وشو راح يكون ناطرني منه من الحديث اللي هو حكاه. راح جربه. متشجع كتير لأنه أنا من محبين صراحة البيض، يعني البيض المقلي مش المسلوق، بس متشجع عليها من فكرة إنه فكرة شاي، فكرة بهارات، حتى هي لونها من جوا مش أبيض، لونها هيك قريب على البيج، على الأبيض الغامق الكريمي. يعني ما بعرف للأمانة، متشجع إنه دوق نكهة جديدة غريبة بس تكون طيبة بموضوع البيض بالذات. هلا من جوا الصفار محافظ على نفسه تقريبا، هو القصة كلها وتغيير اللون صاير بالبياض من برا. رح ناكل لقمة كبيرة ما مثل كوكو كان خايف أكل لقمة صغيرة، رح أقوي قلبي. مهمة يعني اللي طالع بهيدي الفكرة انه يسلق البيض بهالبهارات وبالشاي والى ما هنالك، عبقري صراحة، لانه انا عجبتني كتير عجبتني، لذيذة
وطبعا يكتمل معنا التجربة الصينية. رح ننهيها بعد هيدي الوجبة اللذيذة بموضوع الشاي الصيني. طبعا الشاي الصيني فيه كتير مكونات، كان كوكو عم يحكي لي عنها. فيها عبارة عن ورق شاي، فيها زبيب، فيها تمر، فيها هسه كتير شغلات. شو كان هسه فيها؟ ذكرني. ورد احمر، ورد احمر، ورق ورد يمكن كمان. ورد فيها كثير شغلات، فيها كتير قصص وتوت يمكن. ايه فيها كتير امور. فهلا انا رح جربها، وفيها سمسم كمان، بين معي السمسم. هلا انا رح جربها اوكي واعطيكم رايي فيها. صراحة أعطتني النكهة خليط بين شغلتين. خليط بين فكرة المتة تاعتنا، المتة، وبين الزهورات. يعني عاملة خليط كأنه واحد عامل متة بزهورات. ما بعرف، هيك عاطتني النكهة يعني. لأنه نكهة الورق الورد كتير ظاهرة، كتير ظاهرة. يعني تقريبا هي طاغية. الشاي كتير خفيف نكهته فيها، ما حسيت بقوة الشاي. وحاسس بمرورة المتة، يعني فيها مرورة معينة. فانا بدي اقول اكثر انه بدي اعتبرها انا زهورات بمتة، هيك طالع معي المشروب. هلا انا بالنسبه لي الشاي ما كثير حبيته لانه مر. اوكي، يعني لا هو الزهورات وانت كانك عم تشرب متة، والمتة يعني اغلبنا بنشربها بسكر. فما بعرف، انا ما كثير استزخته، يعني ما بعتبره كخاتمه لوجبه اليوم انه كان مميز ابدا. هلا ممكن ناس تانية تتقبله. في ناس بتحب هي تشرب بدون سكر، تحب المرورة، تحب الامور الطبيعيه. هلا هو كتير طبيعي، كتير يعني المكونات الظاهره فيه كتير طبيعيه. بس انا ما حبيته. انا صافل هلا هيك بهالالوان الموجوده بالشاي، انه هون عندهم الشاي. نشوف ان شاء الله يكون ختامه مسك مثل ما نحن بلشناها ومثل ما كان الاكل يعني. فرح نجرب. طيب، ما نو سيء. هلا يعني هو مثل اكثر قريب هو على الزهورات. هو يعني مر شوي. اللي بيشرب سكر مثلا الشاي او الزهورات ما رح كثير رح يعجبه. بس انا برايي طيب، انا ناسبني. مثل نيهاو معناتها مرحبا بالصيني. صرنا عم نحكي الصيني اليوم بعد هالتجربه الرائعه وكأني بالصين. تمام 100% من الاشخاص اللي عم يشتغلوا هون، من الصحون، من كاسات الشاي، الديكور كمان كأنك بالصين قاعد. اجواء صينيه كامله. حتى انا اسم المحل رح اذكره، يعني اسم المطعم المطعم رح يعرف يقولوا بالصيني. انا حنقله من الموبايل، يعني ما رح اقدر اقوله بدون هيك. تشين جي لان زو بيف نودلز. تشين جي لان زو بيف نودلز. تحكي صيني ها؟ تمام، عم نتعلم. التجربه كانت فريده، على غريبه، على كنا متخوفين منها بالاساس. طبعا شيء جديد ما لنا مجربينه من قبل. صدقا كنا عم نحكي، بتذكر شو بدنا نتغدى اليوم، شو بدنا ناكل، بدنا نجي، بس احنا ما عارفين انه يا اخي رح يمشي الحال. اكل طيب، من اكل ما طيب يعجبنا نقدر ناكله، ما نقدر ناكل. الكميه كبيره صغيره، كل هالقصص كلياتها كنا عم نفكر فيها. الاكل طبعا طيب بالنسبه لي. عم بحكي انا، نحن اختلفنا انا ومجد على شغله الشاي. هل هو ما حبه، هو يعني شويه مروره. اما انا بحب الموضوع الحلو يعني. انا بالنسبه لي كان الشاي طيب. اما باقي خلينا نقول الاطباق الثلاثه كثير طيبين. الفروج، اللحمه او السي فود يعني كانوا كثير طيبين. البيض مميز كثير البيض طبعا يعني. بس في شغله كمان مهمه يعرفوها الناس، انه احنا طلبنا 3 اطباق لشخصين، للامانه طلعوا زياده يعني. حتى في طبق ضل منه منيح يعني، ما قدرنا، كميه كانت كثير كبيره. فهي كمان عالم تنتبه عليها يعني. ونحن سألناهم من البدايه، هون الاكل عندهم هن حلال 100% حلال. تمام. وانا هلا من شوي سالت عن قطعه اللحمه، طلعوا عن جد بيحطوها 12 ساعه على النار على السوي، يعني عم يسووها 12 ساعه يعني. ان كان اللحمه ولا الفروش بيدوبوا ذوبان بالتم يعني. ما بتلحق تعلب وتكون اختفت تماما. في عمليه تسوي طويله يعني. من التجارب المهمه جدا
جدا جدا. وانا بعيد على فكره، ايه بتنعاد بس ما بطلب هالطلب، بطلب خلص صحني انا اللي بدي اياه مع شويه مقبلات والبيضه. والبيضه اهم شيء البيضه. انا بس ما راح اخذ بيضه واحده، راح اخذ اقدر من بيضه. كل شوي بتنزل على البوفيه تاخذ بيضه وبترجع. ايوه انا نصيحتي لاي شخص يجيب معه خبزتين بيجي هون بلف بيض زائد الاكل، لانه عن جد البيض كثير كثير طيبه صح. ايه